البلالين اهي نفرقع كام قنبله نفرقع كام قنبله. والله العظيم الولد ده جدع، الولد ده جدع والله. ثانويه عامه وربنا بيقول لي انا ما يهمنيش حاجه، بيقول لي انا خليها على ربنا. شفتوا بقى انتوا بقى لو تخلوها على ربنا سبحانه وتعالى ربنا يكرمكم. دي بالونه يا جماعه للولد صاحبي بس، واديها كمان واحده حمرا اهي ماشي في السليم. حلقه النهارده يا جماعه بقى، حلقه النهارده مهمه جدا وربنا اسمعوا بس يا جماعه، اسمعوا بس. تعالي يا حلقه اهرش بس، اهرش والله العظيم ثلاثه وربنا. لما انا كنت صغير يا جماعه، انا كنت صغير، هو انا اتولدت كده؟ انا نزلت كده؟ كنت صغير يا جماعه، عيل صغير واخد بالك، والعمليه قحط على الاخر واخد بالك. اقوم من النوم الصبح واخد بالك، كان عندي بتاع كده بيع كتب قديمه واخد بالك، اجيب الكتب القديمه من الناس بتوع الربابيكيا واقف بيها على نصة الشارع بتاعنا واخد بالك، محرم بيه والله العظيم. ابيع بقى الكتب واجر الكتب والعيال تغير معايا القصص والحكايات واخد بالك. فكبرت العمليه واخد بالك، فعملت لي مكتبه بقى واخد بالك في الحيطه كده واخد بالك في الشارع واخد بالك. واحد صاحبي راجل محترم والله، قال لي بص انت تعمل ايه، شويه رفوف كده وتغطيهم بالليل وخلاص، بدل ما تحط كل الحاجه عندي في المكتبه. هو كان صاحب مكتبه كمان، كان بيشجعني والله، كان مسيحي وربنا والله العظيم ثلاثه، كان راجل جدع وربنا. انا في يوم يا جماعه عارفين ايه اللي حصل؟ انا بقوم الصبح اروح المدرسه الصبح واجي بعد الظهر بقى يا عم الحاج افتح واخد بالك واقعد ابيع بقى للعيال واخد بالك، واعمل بتاع عارف انت ازاي، عشان اقدر اشتري بقى ايه كاوتش بقى واخد بالك انت ازاي، وشورت الالعاب. ما هو مدرس الالعاب عايزني بقى اشتري شورت وكاوتش، فانا اعمل ايه بقى يا جماعه؟ المهم يا جماعه والله العظيم ثلاثه، قمت من النوم الصبح بعدي على المكتبه بتاعتي على نزله الشارع، قافلها بقى وحاطط القفل حلو كده واخد بالك، لقيتها مكسوره والله العظيم ثلاثه، واحلى كتب مش مسروقه وربنا والله العظيم ثلاثه. رحت اسم البوليس اهو بيعمل لي مسج تاني، اصبر بقى يا عم بقى. رحت اسم البوليس يا جماعه وربنا، دخلت بقى اسم البوليس عايز اعمل بلاغ، انا راجل مواطن صالح، انا مواطن صالح يا جماعه. رحت بقى اسم البوليس، انا كنت عيل صغير بس مواطن برضه يا جماعه، مش العيال دي مواطنين يا جماعه، هم اللي هيكبروا والله العظيم ولا هم بيقعدوا كده؟ المهم دخلت اسم البوليس، لقيت الولد المخبر واخد بالك قاعد، انا عارفه كان بيعدي من الشارع برضه، وكان عندنا واحد بيبيع فاكهه برضه على العربيه كده، ياخد منه جوافه، ياخد منه مانجا، بطيخه، اي حاجه جتاته واخد بالك. المهم انا مسكت الراجل ده المخبر ده، قلت له اللي انت بتعمله ده ضد القانون. انا كنت بنقعد نقرا بقى واخد بالك، وانا هبلغ عنك، وليا انا اعرف ناس كتير. فشافني قال لي عايز يلا، قلت له انا جاي اعمل بلاغ. قال لي، قلت له المكتبه بتاعتي اتسرقت. قال لي مكتبه ايه يا امك، انت قاعد في الشارع جاي تعمل بلاغ؟ قلت له انا جاي اعمل بلاغ، عايز اعمل بلاغ لو سمحت الله يخليك. قال لي طب اقعد لما يجي حضره الضابط النبطشي. والله العظيم ثلاثه احترم لي كل احترام والله العظيم ثلاثه. بتاع كده اهو يا جماعه زي كرسي طويل كده واخد بالك، خشبه كده واخد بالك، لقيت 5 6 قاعدين هنا، وربنا اللي مضروب بشله واخد بالك، واللي بيسجر عارف انت ازاي، وبيتكلموا في الحكايات والروايات. فانا قعدت بعيد بقى عشان عيال شبهه يا جماعه واخد بالك. قعدت بقى استنيت صاحب الضابط النبطشي لما يجي، والله العظيم ثلاثه وربنا ما انساش الموضوع ده والله القران. حضره الضابط النبطشي دخل بقى، حضره الضابط النبطشي ولد حلو وربنا، ولد حلو يا جماعه، الدبورتين حلوين انا واخد بالك انت ازاي. ودخل المخبر قام عظم السلام واخد بالك، قال له الحكايه والروايه. هو دخل مش عارف ليه العيال قاموا والله العظيم ثلاثه. انا قلت بس انا هقوم، فضلت قاعد يا جماعه، قاعد بقى ايه، انا مواطن صالح يا جماعه، قاعد بقى يا جماعه واخد بالك. قال له ايه نظام الولد ده؟ قال له ده جاي يعمل بلاغ، والولد دوت صايع وضايع واخد بالك وربنا. فجالي الدبورتين حلوين كانوا لسه طازه والله، الولد جدع بقى واخد بالك. قال لي قوم ولا
قال لي عايز ايه؟ قلت له نعمل بقى. لسعني الدبورتين اللي هنا حطهم لي هنا، وربنا حطهم لي هنا. قال لي يلا يرحمك واخد بالك. والله العظيم يا جماعه انا مواطن صالح وربنا. دخلت انا طلعت بقى من الباب، لقيت بقى ايه البتاع مكتوبه كده يافطه المأمور. اول مره اخش بقى اسم البوليس عندنا في محرم بيه المأمور. انا افتكرت بقى المأمور ده يا جماعه ربنا بيحبني، والله ربنا بيحبني. العيال عياله ساكنين هو ساكن في محرم بيه برضه والله. العيال عياله بيجوا عندي المكتبه والله، اللي هي في الشارع، اللي هي رفوف في الحيطه كده وخلاص. انا مسميها مكتبه بقى، راجل اعمال يا جماعه. المهم يا جماعه العيال عياله بيجوا عندي واخد بالك وبيستعيروا واخد بالك، بيأجروا يعني الكتب والحاجات واخد بالك، يقروا ويدوني قرش في كل كتاب. ماشي. المهم خير ربنا كتير. المهم يا جماعه فانا عارف اسمائهم بقى وابوهم شغال ايه ومش عارف ايه، وكنت بكرمهم بقى واخد بالك. ياخدوا قصه اديهم 2 3 فوق البيعه. ماشي. القصه الحلوه تنفع في اليوم الاسود والله العظيم 3. دخلت عرفني، هو كان بيجي مع العيال والله يلبس محترم كده واخد بالك، والعيال ياخدوا قصص نضيفه واخد بالك انت ازاي، تنتان وميكي وسمير واخد بالك. ولما كبروا شويه بقوا بياخدوا اجازه كريستي والفريد هاتشكوك واخد بالك. الفريد هاتشكوك فاكرينه والله العظيم. قال لي يا محمد في ايه؟ قلت له يا فندم في دبورتين ملزقين في قفايا هنا من الظابط النبشي. قال لي ليه؟ قلت له انا بعمل بلاغ ضربني بالقفا. والله العظيم 3 داس على الزرار كده والله. جه المخبر قال له يا باشا في ايه؟ قال له هات لي الباشا التاني. كلهم بشوات عليا الحرام مديني وربنا، كلهم بشوات يا جماعه. وانا ابن كلب يعني، انا ابن كلب يا جماعه وربنا والله. بس هزقه والله العظيم 3. قال له واحد جاي يعمل بلاغ بتديله بالقفا. قال له انت شغال فين يالا؟ الله العظيم 3 كلمه كده وربنا والله العظيم 3. قال له انت شغال فين يالا وربنا. الولد بقى كده انا غلطان والله العظيم 3 يا جماعه، انا غلطان والله العظيم 3. الولد لسه طازه واخد بالك، والعيال البشلجيه قاعدين هنا يا جماعه واخدين بالكم زي هم قاموا. انا برضه لازم اقوم يا جماعه. انا نزلت من امتى يا جماعه؟ مش كده والله العظيم 3. شفتوا ازاي انا اتهزقت؟ السلام عليكم بقى يا جماعه، السلام عليكم.